عرفنا في الفيديوهين اللي فاتوا من خلال كلامنا عن السيستم كيرف ان انظمه شبكات الميه بتتغير بشكل مستمر، وان الشبكه الواحده السيستم كيرف بتاعها بيتغير خلال اليوم حسب حجم الطلب على الميه او حسب حجم المحابس المقفوله والمفتوحه. عشان كده كان لازم نلاقي حل لظروف التشغيل المختلفه، يعني يكون في حل قصاد زياده الطلب على الميه في اوقات معينه، ومن هنا جت فكره تشغيل الطلمبات على التوالي وعلى التوازي. قبل ما نتكلم عن كل طريقة تشغيل لوحدها، خلونا نتكلم بشكل بسيط عن الفرق بين التشغيل على التوالي والتوازي. تعالوا نتخيل 3 طلمبات شغالين بالتوالي قدام بعض، أول طلمبة بترمي على اللي بعدها وهكذا. زي ما انت شايف الهيد هيزيد، لكن التصرف مش هيتغير، لأن كل طلمبة هترمي نفس التصرف للطلمبة اللي بعدها، لكن الهيد أو الرفع هيكون مجموع هيد ال3 طلمبات. وبالمناسبة هي دي نفس فكرة الطلمبات متعددة المراحل، مالتي ستيج بامبس، لانها بتكون عباره عن مراوح قدام بعض، يعني تقدر تقول مراوح شغاله بالتوالي قدام بعض، وهو ده السبب ان المالتي ستيج بامبس بتوفر رفع او هيد عالي. لكن تعالوا نتخيل نفس ال3 طلمبات لو شغلناهم بالتوازي جنب بعض، هتلاقي الهيد ما بيختلفش، لكن التصرف هيكون عباره عن مجموع تصرف الطلمبات مع بعضها. يعني ببساطه في التوالي التصرف ثابت والرفع هو مجموع رفع الطلمبات، وفي التوازي الرفع ثابت والتصرف هو مجموع تصرف الطلمبات. طيب تعالوا نبدا نتكلم عن كل طريقه لوحدها، وتعالوا نشوف مثال بالنسبه للتشغيل على التوالي. في الطريقه دي بدل ما هتجيب طلمبه بتدي رفع 120 متر، فانت هتجيب 3 طلمبات رفع كل واحده فيهم 40 متر، وده معناه طلمبات اصغر ومحركات اصغر. كمان بالشكل ده تقدر تفصل اي ترومبه منهم في اي وقت لما يكون الطلب على الميه قليل. كمان انت وفرت على نفسك تكلفه الشبكه والمواسير الغاليه اللي كنت هتجيبها لو استخدمت الطلمبه برفع 120 متر، لان في حاله الطلمبه كبيره لازم المواسير تقدر تتحمل الضغوط العاليه. كمان في نقطه مهمه لازم تعرفها، لو قارنا بين طلمبتين ليهم نفس التصرف ولكن رفع مختلف، فالطلمبه بالرفع الاكبر هتكون كفاءتها اقل، لان الرفع لما بيزيد بقيمه كبيره فالسرعه النوعيه او سبيسيفيك سبيد للطلمبه بيقل، وزي ما انت شايف لما السرعه النوعيه بتنخفض كفاءة الطلمبة بتقل. وده موضوع مش عايزين نتطرق لتفاصيله دلوقتي، ممكن نتكلم عنه بالتفصيل بعدين. المهم انك باستخدامك 3 طلمبات رفع 40 مكان طلمبة واحدة برفع 120 متر، فغالبا كفاءتهم هتبقى اعلى من الطلمبة برفع عالي. يعني انت بالشكل ده رفعت كفاءة الشبكة. وتعالوا ناخد مثال من منحنيات اداء شركة ريندرو. في المثال اللي قدامنا كيرفين لنفس الطرمبة، طراز CD 400-600 I1، نفس التصرف للاثنين 400 لتر على الثانية، ولكن الهيد مختلف، واحدة بهيد 50 متر والثانية بهيد 100 متر. المهم ننزل نبص على كفاءة، نلاقي الطلمبة بالهيد الأعلى كفاءتها أقل زي ما قلنا. دلوقتي عايزين نشوف شكل منحنى الأداء أو الكيرف بيختلف إزاي في حالة توصيل طلمبة واحدة وفي حالة توصيل طلمبتين على التوالي. في حالة توصيل طلمبتين على التوالي فهنضرب هيد الطلمبة الواحدة في 2 عشان يدينا هيد الطلمبتين مع بعض على التوالي، ولو 3 طلمبات على التوالي هنضرب هيد الطلمبة الواحدة في 3، وهكذا. والتصرف مش هيختلف زي ما اتفقنا، ده لو الطلمبات متماثله. انما لو الطلمبتين اللي هيشتغلوا توالي مع بعض ليهم رفع مختلف، فببساطه هنجمع رفع الطلمبه الاولى مع رفع الطلمبه الثانيه، يعني هو نفس الكلام في الاخر. فمثلا هنا هنلاقي طلمبتين مختلفتين، كيرف البامب الاولى باللون الاصفر وكيرف البامب الثانيه باللون الازرق. عشان نرسم الكيرف المجمع ليهم لما يشتغلوا توالي هنجمع قيم الهيد او الرفع للاثنين، فيدينا شكل الكيرف المجمع اللي هو قدامنا باللون الاحمر. طيب بالنسبه لتشغيل الطلمبات على التوازي، وده المنتشر في محطات المياه والصرف، زي ما اتفقنا اللي هيختلف هنا هو التصرف هيزيد لكن الرفع ثابت. فمثلا هنا لما نشغل طلمبتين متطابقين ليهم نفس التصرف والرفع، فهنلاقي في حال تشغيلهم على التوازي فالكيرف المجمع ليهم هيكون بالشكل ده اللي هو قدامنا باللون الاحمر. جمعنا تصرفات الطلمبتين لكن الهيد ما اختلفش. طيب تعالوا نفترض طلمبتين مختلفين عن بعض في التصرف والرفع وهنشغلهم مع بعض على التوازي، كيرف الطلمبه الاولى باللون الاصفر وكيرف الطلمبه الثانيه باللون الازرق. نلاحظ ان الطلمبه الثانيه رفعها اكبر. في الاول الطلمبه بالرفع الاكبر هي اللي هتشتغل، يعني الطلمبه بالضغط الاعلى شغاله لوحدها. طيب يشتغلوا سوا امتى؟ هيشتغلوا سوا لما يوصلوا منطقه الضغط المشترك، وقتها هنجمع تصرف الطلمبتين. يعني في الاول الطلمبه بالضغط الاعلى هي اللي ضاغطه على الثانيه وشغاله لوحدها، وبعدين لما الضغوط تتساوى نبدا نجمع تصرف الطلمبتين. بس كده. لو حد ليه اي اضافه يسيبها لي في الكومنتس. سلام.